لو جيت أقولك إن في أم كانت بتسمع صوت ابنها بالليل رغم إن ابنها مات، هتحس إن ده خيال؟ بس اللي حصل معاها كان واقع محدش قدر يشرحه لغاية النهاردة. يا جماعة، محدش قدر يشرحه لغاية النهاردة. مش كل حاجة حوالينا ليها تفسير. ولو جيت أقولك إن في أم كانت بتصحى كل يوم على صوت ابنها، وابنها ده أصلا مات من 7 سنين، يمكن تفتكروا إن ده خيال أو أوهام، لكن اللي حصل معاها كان فعلا حقيقة ورسالة واحدة بس كانت سبب في إنها تفضل عايشة لحد النهاردة. رسالة واحدة: استعد، القصة دي مش لأي حد، وخصوصا اللي يخاف من الليل. قبل ما أبدأ القصة ما تنسوش اشتراك في القناة وفعلوا الجرس ولايك حلو منكم وكومنت حلو علشان نوصل مع بعض لأعلى درجات في القناة إن شاء الله، ونكبر كده مع بعض. يلا بينا نبدأ قصتنا ونقول هتشوف بس تنسوش تسموا الله وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. قصتنا النهاردة عن أم عماد، ست بسيطة جدا ساكنة في شقة قديمة في الدور الرابع. جوزها مات بدري قوي. ابنها الوحيد عماد كان كل حياتها، كانت بتحبه جدا، لكن من 7 سنين حصل حادثة قلب حياتها كلها. عماد اتكهرب وهو بيصلح غسالة الجيران ومات في لحظتها. من يومها الست اتكسرت، بقت ساكتة، ما بقتش تخرج كتير، وكل يوم قبل ما تنام بتبكي لحد ما تغلبها النوم. زعلانة على ابنها جامد، ابنها بقى الوحيد. لكن بعد 40 يوم بالظبط من وفاة عماد حصل أول شيء غريب. كانت نايمة وفجأة صحيت على صوت خربشة خفيفة، كأن حد بيحرك حاجة في الصالة. قامت تلهس فتحت الباب، مفيش حد. عمالة تلهوس، هو في ايه؟ مين اللي بيعمل كده؟ سكتت وسكت البيت كله، وفجأة الخربشة ظهرت تاني. تاني يوم برضو نفس الصوت، وتالت يوم بدأت تسمع خطوات خفيفة ماشية من المطبخ للطرقة. خطوات كانت حافظاها، خطوات عماد ابنها. أم عماد خافت؟ لا، بالعكس، قعدت على الكرسي وقالت وهي بتعيط: يا ابني، لو انت طمني، انا مش زعلانة، ارجع بس. من هنا بدأت الحاجات تحصل كل يوم تقريبا. كل الحاجات دي بدأت تحصل تقريبا كل يوم من أول وجديد وبتزيد. باب الأوضة اللي كان بيصرخ من زمان بقى بيتفتح ويتقفل لوحده. كوباية المية اللي كانت بتحطها جنب السرير بتلاقي نصها ناقص. ريحة برفان عماد اللي وقف من سنين بتشمه فجأة. هي ما قالتش لحد، خايفة يقولوا عليها اتجننت. يعني ايه ريحة برفان عماد اللي وقفه من سنين بتشمها دلوقتي من اول وجديد؟ ويعني ايه كوباية ناقصة؟ ما اي حد فينا لو سمع الكلام ده هيجي يقول عليها مجنونة. هي فعلا خافت من الكلمة دي، خافت ان احنا نقول عليها مجنونة. لحد ما في يوم بنت الجيران الصغيرة اسمها ملك، 6 سنين، طلعت عندها وقالت: خالتي، هو في ولد هنا بيلعب ورا الباب بس مش بيرد عليا. هنا الست وشها شحب وجاب الوانات. ولد ايه يا حبيبتي؟ قالت لها: يا خالته، لابس تيشيرت ازرق وشه شبهك. قالت لها: الست وقعت على الارض من الخضة، لان ده نفس التيشيرت اللي كان لابسه عماد يوم الحادثة. مع مرور الوقت الأصوات زادت، بقت تحس بوجود، حست إنه بيحاول يقول حاجة وبيحذرها من حاجة وهي مش فاهماها. وفي ليلة حوالي الساعة 3 الفجر صحيت على خبطة قوية جدا على باب شقتها. قامت مرعوبة، فتحت، ملقتش حد. رجعت تقفل الباب تاني، لقيت ورقة صغيرة على الأرض، ورقة مكتوب فيها بخط ابنها: اخرجي من الشقة بكرة، خطر عليكي تقعدي فيها. اتخضت. الورقة نفس الورقة اللي كان بيكتب عليها واجباته، نفس الحروف، نفس الكسرة في حرف الراء اللي كانت عنده.
تاني يوم من غير ما تسأل نزلت عند اختها وقعدت عندها 48 ساعة. وبعد 48 ساعة حصل اللي محدش يتوقعه. سقف الصالة بتاع شقتها وقع بالكامل، وقع على المكان اللي كانت بتقعد فيه كل يوم. الناس كلها قالت ان ده صدفة، لكن هي بس اللي عارفة ان ابنها انقذها. يا جماعة، ابنها انقذها وهو ميت. ومن يومها الاصوات راحت، كأن رسالته الاخيرة خلصت، وكأن روحه اخيرا ارتاحت. لكن لحد النهاردة لما بتعدي قدام باب شقتها القديمة بتقول: انا ما خفتش منه، ده ابني، ده جه يحميني. مش كل اللي بنسمعه خيال، ومش كل اللي بنشوفه لازم يكون ليه تفسير. في حاجات ربنا بس اللي عارف سرها، ويمكن تكون رسالة نجاة جاية من مكان محدش شايفه. ودي نهاية قصتنا. لو القصة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، علشان لسه عندنا قصص كتير، وكل قصة أغرب من التانية. استنونا في حكاية جديدة من حكايات أم العيال. بالله عليكم اشتركوا في القناة عشان القناة تكبر بيكم ونكبر كده مع بعض. دمتم في أمان الله ورعاية الله. ما تنسوش تسموا الله وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. أنا عايزاكم تفكروا الكومنتات بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده مفيش أجمل من ذكر الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. سلام. دمتم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.